الإخوة الكرام، البورصة المغربية تتعرف تراجع طفيف بسبب المظاهرات اللي تجتاح المدن المغربية، وهذا تيهدد الاقتصاد الوطني. رسالتنا للمتظاهرين والناس المسؤولين واللي غادي نبينوا الخطوره ديال هذا المدار هذا على الاقتصاد المغربي، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير. ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك واشتراك في القناه باش ديما نوافيكم بالجديد يا اخوان. البورصه المغربيه والاستثمارات عرفت تراجع طفيف بسبب المظاهرات اللي تتعم جميع المدن المغربيه، وهذا التراجع هذا في حال استمرت المظاهرات بهذا الشكل هذا راها خطر على الاقتصاد الوطني، خطر على المستثمرين، خطر على الاستثمارات الاجنبيه، وخطر كذلك على الاقتصاد الوطني. اذا ربما ان هذه الاحتجاجات هذه اللي بدات تخرج على الطريق السليم ديالها، وحنا ديما مع السلميه، وحنا ديما مع الاحتجاجات السلميه اللي تتصب في صالح البلاد وتتصب في الاقتصاد ديالنا. باش تبني بلاد راه تيلزمك واحد السنين وسنين باش توصل بها لواحد المستوى فعلا بان النظام ديال الصحه، النظام ديال التعليم، الفساد تينخر المؤسسات ديال البلاد. هاد الشباب هادو منين خارجين في التظاهرات السلميه تيطالبوا باصلاح مزيد من التعليم، باصلاح مزيد من الصحه، باصلاح الاقتصاد الوطني، بايجاد فرص الشغل. يعني كل واحد خارج للتظاهر السلمي هو عنده فكره واحده بان البلاد ديالنا تتزيد لقدام. وفعلا كنا عندنا الطموح هذا، وكنا تنهضروا تنقولوا بان المغرب راه خصو يزيد لقدام. وشكون اللي تيخلي العجله تبقى لاصقه بلاصتها او ترجع للور؟ هما بعض المسؤولين الفاسدين اللي تيحاولوا انهم يستافدوا شخصيا بدون استفاده ديال عموم الشعب المغربي. اذا هنا غادي نوجهوا رسالتنا للمتظاهرين اللي تيجوبوا شوارع المملكه. يعني هذه المظاهرات هذه ما خصهاش تخرج على الطابع السلمي. شفنا التخريب اللي تيطال عدد من المدن المغربيه، عدد من المنشآت العموميه، وهذا الشيء خطير على الاقتصاد المغربي وحنا تنرفضوه رفضا تاما. يعني التخريب راه ما عنده حتى شي منفعه. ربما انك تخرج مظاهرات اللي هي سلميه باش تدافع على القضايا الوطنيه والقضايا اللي تتهم فئات الشعب المغربي، التعليم، الصحه، فرص الشغل والبطاله، يعني هذا من حقك. وحنا حتى حنا تنساندوا هذه المطالب هذه لان عندنا خوتنا وعندنا اولادنا وعندنا كذلك الاسر والعائلات ديالنا. ما بغينا حتى شي واحد يدمر من هذا الواقع ديال المجتمع المغربي. لكن الصوره اللي شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي الصوره السلبيه تماما واللي غادي تهدد الاقتصاد. يعني احنا تنضامنوا مع المظاهرات باش يتم الاصلاح ما يمكن اصلاحه، لكن باش نخربوا ما بنيناه تقريبا منذ الاستقلال من 1956 واخا بواحد الوتيره اللي هي بطيئه وبطيئه جدا، وكان بامكاننا اننا نوصلوا ما احسن، لكن ما نخربوش داك الشيء اللي بنيناه. ربما هذه المظاهرات السلميه واللي حنا معها هي بعض لاصلاح المؤسسات العموميه، لكن ما يمكن لهاش تحول من الضغط على المسؤولين الاداه ديال تخريب المرافق العموميه. صراحه شفنا مشاهد تؤلم واللي غادي تعطي صوره سيئه للمجتمع الدولي. في البدايه المتظاهرين خرجوا سلميين ومازال كاينين منهم اللي تيامنوا بالسلميه وتيامنوا بالضغط السلمي، لكن خروج المظاهرات يعني المألوف اثر تدخل القوات العموميه. يعني القوات العموميه هما ولاد الشعب، المتظاهرين ولاد الشعب، كلهم ولاد الفلاحه، كلهم ولاد البنايه، كلهم ولاد النجاره، كلهم ولاد الصدور، كلهم ولاد الشعب. علاش نضربوا هذا بهذا؟ هنا جاتني الفكره ديال الاحتجاجات ديال الربيع العربي في 2011، وكانت المظاهرات اللي تجتاح جميع المدن المغربيه وكانت تخرج بواحد الشكل اللي هو كبير. وصل العدد في مدينه طنجه ل 25 ألف متظاهر، مدينه الدار البيضاء عرفت 300 ألف متظاهر، وكانت احتجاجات كلها سلميه وغير خارجه على المألوف، وما كانش نهائيا تخريب. وحتى قوات عموميه كانت تحرص على اطار النظام العام، يعني كانت تحمي المظاهرات وكانت تحمي المتضررين وكانت تحمي المرافق العموميه والمرافق الخاصه، ودازت الامور بخير وعلى خير. حتى جا الخطاب الملكي واللي غير الدستور ديال 2011 وفعلا اعطى صلاحيات كبيره. لكن المشكل في هذا الدستور ديال 2011 انه بقى حبر على ورق. يعني بزاف ديال الانجازات اللي ما تحققاتش في الدستور ديال 2011، والسبب ديالو بعض المسؤولين الفاسدين اللي ما سهروش على تطبيق القانون. اذا حنا ضد التخريب، ضد الاعمال التخريبيه اللي جرحتها من الدوله المغربيه واللي غادي تاثر على الاقتصاد المغربي وغادي تاثر على المستثمرين وغادي تاثر كذلك على الحياه العامه. اذا هنا هاد الناس هادو مثلا وهاد المناظر الشنيعه اللي شفناها في الفيديوهات ديال التخريب راه ما غاديش تدي بنا شي حاجه ما احسن. الطموح ديالنا هو باش نشوفوا البلاد ديالنا للقدام، لكن هذه مناظريا دالها فوبيل لان صراحه تدمر الوطن. دائما نقول نحن مع المظاهرات السلميه،
نحن كذلك مع الضغط على المسؤولين ومحاربة الفساد ومحاربة الرشوة ومحاربة اقتصاد الريح، وبغينا بلادنا تزيد، وبغينا الخزانة ديال البلاد تعمر فعلا بالفلوس ديال المواطنين المغاربة وبالخيرات ديال البلاد اللي ما فيه الصالح ديال المجتمع المغربي. هذيك الفلوس هادي اللي ما تنخرهاش الفساد وما تنخرهاش اقتصاد الريح، يعني تتصب في المصلحه ديال الوطن وديال المواطنين، تنديروا بها الخدمات الاجتماعيه، الصحه، التعليم. لكن باش نجمعوا احنا الضرائب ونحطوها في الخزينه ديال الدوله، ويجي مسؤول اللي هو فاسد ما يعرفش يتعامل معها في التسيير او انخرها الفساد، هنا تتاثر على المصالح الاجتماعيه. وشفنا بان القطاع ديال الصحه ولا مفروق على جوج ديال الجهات، القطاع الخاص اللي بالملايير والقطاع العمومي بصفر درهم. حتى الاطباء العموميين ولاو تيهاجروا القطاع الخاص، وكاين فيهم اللي تيخوي كاع البلاد وتيمشي خارج الارض الوطن. وشكون اللي تيقول العصا في هذه المنظومه هذه كامله؟ هو المواطن المغربي. اذا الرساله ديالنا العموم المتظاهرين حافظوا على السلميه، والرساله ديالنا كذلك الرجال الامن اللي تيعطيوهم المسؤولين الاوامر باش يقمعوا المتظاهرين السلميين. هذا هو اكبر خطا وقعت فيه المظاهرات ديال جنزاد 2012. يعني الامور كانت ربما انها تمشي سلميه، ويكون هذاك رجل الامن تيحمي المتظاهرين وتيحمي الممتلكات الخاصه والممتلكات العامه. ما غاديش نشوفوا ربما هذه المسائل ديال الدمار في المدن المغربيه حاليا. هاد الناس هادو اللي تيدمروا راه ما عندهمش علاقه بالمتظاهرين السلميين. هاد الناس هادو هما مخربين، هاد الناس اللي هما قاصرين. ربما احنا مع التدخل ديال القوات العموميه ضد هاد الناس هادو اللي تيخربوا الوطن، لان باش تهدم وطن راه تيكفيك تقريبا واحد شهرين ولا 3 شهور، راه كل شيء غادي يتدمر. لكن باش تبنيه راه خصك سنوات وسنوات، وهذا الشيء اللي خصو يفهموه لا المتظاهرين ولا المحتجين ولا المسؤولين ولا كذلك رجال الامن. حافظوا على البلاد ديالنا، حافظوا على الاقتصاد ديالنا. المظاهرات من اجل الضغط على المسؤولين الفاسدين هما واجب وطني ومقدس، لان هاد الاموال هذه اللي حنا تنخرجوا باش نحميوها وتيظاهروا من اجلها الشباب هي في مصلحه الخدمات الاجتماعيه. اذا المسؤول حتى حنا خصنا يمشي يداوى في المؤسسات العموميه. ما خصناش نحنا نشوفوا ذاك المسؤول تيقبض الطياره وتيمشي مثلا يداوى في فرنسا ولا يداوى في ميريكان. علاش ما يداواش في المستشفيات العموميه وتكون حتى حنا ونحرق المستشفيات ونشوفوا الاجانب اللي تيجيو عندنا المستشفيات العموميه وتكون عندنا سمعه كبيره؟ هذا هو اللي خصو يخدموا عليه المسؤولين. اذا حنا ضد التخريب مع المظاهرات السلميه الضاغطه على الناس المسؤولين. اذا الاقتصاد الوطني هو فيه خطر كبير. ربما لا قدر الله خرجت الامور على السيطره راه ما غادي نلقاو ما نجمعوا، والخاسر الاكبر هما الفئات الاجتماعيه، والخاسر الاكبر هو الوطن. حتى لهنا تيسالي الفيديو ديالنا. اللي عجبو يضغط على زر لايك واشتراك في القناه باش ديما نوافيكم بالجديد.